انا مدخل ابني الكليه دي ليه؟ معظمنا ما اتعلمش غير بعد ما خلص جامعه. يا عم ورقه وقلم ايه؟ احنا بنتكلم في الذكاء الاصطناعي. انا داخل البيزنس ده عشان اكسب واجيب منه فلوس، يبقى انا محتاج اتعلم تعليم مالي وتعليم ايه؟ اداري. انا نفسي كل اسره في مصر تيجي لما هدخل الكليه انا كأب اسال ابني سؤال صريح او اجاوب انا جوه نفسي على اجابه واضحه. انا مدخل ابني الكليه دي ليه؟ انا مدخله عشان يتقال له الدكتور عمرو، ولا مدخله عشان يجيب فلوس ويكسب؟ لو مدخله عشان يجيب فلوس ويكسب انا ما عنديش مشكله على فكره، وضد كلام ايه لا دخله بقى اداره اعمال، ده كلام فارغ. لكن انا بتكلم فيه هتدخله كليه الطب عشان ايه؟ عشان يبقى دكتور شاطر وايه ويكسب ويجيب فلوس. يبقى انا لازم اعلمه ازاي يدير الموارد اللي هتبقى معاه، ازاي لو هو انطوائي من كتر المذاكره في الثانويه العامه والسنين وما بيحتكش بحد، يبقى عارف انا تحليلي ليه ان هو عنده مشكله. لو هو كسلان وما بيحبش يتحرك وما بيحبش يجري، يبقى انا عارف ان هو عنده مشكله. لو كل اب عمل لابنه سوات اناليسيس وعرف فعلا ايه مشاكله وقدر يشتغل عليها، بدل ما تبقى دي المنتج النهائي بتاعه بعد 5 سنين 6 سنين في الكليه، ياك تبدا بقى في مرحله ايه؟ خلاص محو الاميه خلص، انا هبدا اشتغل واكون نفسي وابدا ادور على المهارات اللي انا محتاجها. لو احنا قدرنا نوصل ونجاوب على السؤال الصريح ان انا داخل البيزنس ده عشان اكسب واجيب منه فلوس، يبقى انا محتاج اتعلم تعليم مالي وتعليم ايه؟ اداري. انا مرحله ابتدائي اجبرت عليها، ثم الاعدادي، ثم الثانوي، ثم الجامعه. دخلت الجامعه، خلينا نتكلم بصراحه، معظمنا ما اتعلمش غير بعد ما خلص جامعه. اتعلم ان الحقيقه بقى الحياه عايزه منك ايه. انا راجل خريج صيدلي اسنان، اتعلمت كل ما يخص المجال الطبي بتاعي، لكن اكتشفت في الاخر ان انا خريج صيدله وهشتغل. معظم الناس اللي في الدفعه بتشتغل في شركات ادويه، معظمهم بيفتحوا شركات ادويه، معظمهم بيشتغلوا في صيدليه. فبيكتشف في الاخر ان اللي هو درسه ده كله عشان يعدي من الامتحان، وده المعيار. انا بعمل تو باس اكزام، مش بعمله عشان الهدف الحقيقي اللي انا داخل عشانه في الاصل الدخل. ان انا دخلت كليه الطب عشان المفروض ابقى من علو القوم واخد مرتب يعيشني كويس ويخليني مبسوط. انا بكتشف في الاخر ان انا ببقى دكتور شاطر جدا، بس بفتح عياده معظمها بتتسرق، بفتح عياده مش عارف اوصل للبيشنت، مش عارف ابني البراند بتاعي، مش عارف اعمل كذا، افتح مستشفى ما بتنجحش، مش عارف اديرها. لان انا في مرحله التعليم بتاع محو الاميه لغايه ما خلصت الجامعه انا ما اتعلمتش الاداره الماليه، ما اتعلمتش الاداره كعنصر بشري، فقدت الحته دي. انا دكتور بيطري، فتحت مزرعه، اشتغلت شركه ادويه، انا الحاجات دي كلها ما اتعلمتهاش. انا كنت انا محو الاميه بتاعي كدكتور بيطري، ورغم ذلك اشتغلت حاجه تانية خالص عشان احنا مش صرحه مع بعض. انا بصرف على ابني كميه كبيره جدا في محو الاميه، وفي الاخر بدخله كليه عشان تبقى كليه كويسه، وفي الاخر هو بيدير المشروع غلط، بيديره بنموذج الحاج محمد اللي هو من غير ورقه وقلم، من غير معايير. احنا لو عايزين نوصل ان احنا نعمل حاله فوران في البيزنس على الطبقه المتوسطه، لازم نهتم بالتعليم بتاع الناس وهم صغيرين عن اداره المال، عن اداره الموارد اللي معاه. ازاي انا افهم يعني ايه سيفنج، ازاي افهم يعني ايه كونسامشن، ازاي افهم يعني ايه ان انا اجيب من الدخل بتاعي ار او اي، ازاي اقيم السنه بتاعتي، ازاي انا اقول انا حاطط اهداف ايه، مش الاهداف بقى بتاعت اي حاجه، اهداف لا اهداف ماليه انا حققت منها كام وحققتش منها كام، عشان اتعود على استخدام الورقه والقلم. لكن فكره ان انا خريج كليه صيدله وطالع الاول، خريج كليه هندسه وطالع الاول، ملهاش علاقه. لان انت ككم معرفي انت كويس، انت عديت الامتحان بتاع السؤال النمطي بتاع س ج، السؤال المفتوح، عملت الكيس، لكن الهيومن سكيلز اللي انت محتاجها كرائد اعمال انت ما اتعلمتهاش. بنغلط بقى غلطه ثانيه، الغلطه الثانيه دي بتقع فين؟ ان انا اخد كورس كوميونيكيشن سكيلز، اخد كورس برزنتيشن سكيلز، اخد كورس ليدرشيب. هو ده كلام كويس، لكن في الاصل احنا قلنا في 4 محاور انت لو عايز تشتغل كرائد اعمال ما تبعدش عنها. اداره الموارد للشركه بتاعتك، البلاننج والاورجنايزنج والليدنج والكنترول. اتكلم عن الماركتنج مانجمنت، ازاي تفهم اساسيات التسويق كاداره، الاداره الماليه في الفاينانس والاكاونتنج، تفهم الايكونوميك. الاربعه دول لو انت ادركتهم وفهمتهم تاخدهم ام بي اي، تتفرج على فيديوهات، تسمع حلقات، تسمع برنامج، نقول تاني اعمل اللي انت عايزه. بس الحاجات دي هي اللي هتغير عندك محو الخرافات وتخليك زي ما يقولوا ايه مرن. احنا بنواجه مشكله كبيره جدا ان التعليم خلانا بالظبط كده انت صلب، ان عادي اصلا ان الازمات الاقتصاديه العالميه انها تحصل على طول يعني انا ان شاء الله لما نتكلم عن الاقتصاد، الطبيعي ان في ازمات، مش الطبيعي ان في استقرار. فانت هتبقى فاهم ان البيزنس بتاعك لازم يبقى مرن. فالمرونه هتيجي منين؟ من عدم افكارك ان انت تبقى مرن. ومرن بدرجه ايه؟ زي ما قلنا قبل كده، كل ما انا ديب ريليشن شيب مع الكاستمر بايا شكل ايا كان، انا طابق للتغيرات. انا عاملين نتكلم على الورقه والقلم. لو حد جه شافنا دلوقتي مثلا وسمعنا واحد بنقول اهميه الورقه والقلم، يقول لك يا عم ورقه وقلم ايه؟ احنا بنتكلم في الذكاء الاصطناعي، انت لسه بتتكلم في الورقه والقلم؟ يا جماعه انا بتكلم في الورقه والقلم لان 70 80% من اللي
بيعملوا بيزنس على الطبقه المتوسطه هو فاقد الحته دي، فبالتالي هو بيتكلم في خيال علمي. يعني لما بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي هو بيتكلم في خيال علمي، فالخرافه هتبعد جدا. ودي حقيقه من احد اسباب انشاء البرنامج ده، ان البيزنس والاداره تبقى واعيه. عامل ايه؟ لان الطبقه دي هتختفي. الخرافات اللي اتكونت من التعليم النمطي نهايه الطبقه المتوسطه فعلا، ونهايه فرصه انك تنشئ مشروع وانك تبقى قادر تعمل بيزنس دلوقتي هتبدا تختفي. انت من سنه ونص كنت تقدر تعمل مشروع ب 500000 جنيه، ب 250000 جنيه. الكلام ده دلوقتي لما بتقول لحد بيقعد يضحك. انت بتخش في تكلفه مشاريع بارقام كبيره جدا، ففرص ان انت تغلط وتقوم وتقع بدات تقل. فالواحد لازم يمدرك ده، ان التعليم خلاص هو فيه نسبه كبيره جدا من محو اميه، لكن مقومات واساسيات تخليك تنجح كراجل بيزنس مان وعايز تعمل مشروع ويجيب لك عائد وتكبر ويبقى هو ده المديول بتاعك، لا ده موضوع تاني.